هلا بنات، شلونكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. انتوا جاي تشاهدون فيديو اليوم ورجعت لكم فيديو جديد وفيديو منوع مختلف شوية مختلف عن باقي مقاطعي. بس قبل لا ابلش بالفيديو احب ارحب بكل مشتركيني الجديدين والقديمين وكل متابعين الحلوين، وانت الحلوات اللي جاي تشاهد المقطع وما متابعاتش منتظرات تابعني. صدقني ما راح تندمن، لان دائما انزلكم اشياء جديدة ومميزة ومنوعة بنفس الوقت. ما أحب أنزل كل مقطع يشبه الثاني، أحاول أن أنزلكم بيه فد شي جديد. ومثل ما شفتوا أول ما بلشت المقطع وياكم وأني أغسل بقفص كوكي اللي هو ما أعرف شنو اسمه، كناري أو طيور حب أو يعني ما أدري شنو اسمه صراحة. على العموم أنا طلقت عليه اسم كوكي قلت للسهولة. طبعا أول ما طلعته من القفص وبعدين بلشت أغسل بالقفص، أول شي المطبخ، إحنا مطبخنا ما بيه مروحة بس مبردة، فسديت غرفة الجهال لأن بيها مروحة، خاف يعني يطير وتطر المروحة، وسديت باب المطبخ حتى ما يطلع لي برا، وخليته يفتر فوق من راسي دوخني وهو يغرد، ما عارف يزقزق، ما عارف شنو اللي يسوي. المهم، فبنات إذا أنتوا تعرفون بالطيور أو وحدة من صديقاتي يعني زوجها يعرف بالطيور، إذا شفتي المقطع حبيبتي أتمنى تجاوبيني هذا الطير فعلا يتدرب، يعني يتعود على البشر، يعني ينزل على إيده وكذا مثل البلبل. لأن صديق زوجي يقول له يعني تقدر تدربه وتقدر يعني يظل يتعود عليك وبهاي السوالف، بس ما أعرف يعني. زوجي حاليا صار له يومين تدرب بيه، قام من زوجي يصفر له، يظل يغرد ويظل يفتر ويظل يعني يفتر على الزوج بس ما ينزل على ايده. وبعد ما اعرف زوجي نجح بترويضه او لا. طبعا انا قلت له ما تصور يتعود عليك، يعني ما حسيته مو اليف، يعني ما يتعود. وشوفوا الفاره شلون ماكله هذا الجلد من زمان لما صورته لكم. بعد ما جبت غيره وخليته بمكانه ظل مثل ما هو، يعني هاي اللي اغيرها كلها. فظليت اخلي هذين السنادين او ذيك المزهرية حتى اغطى عليها، لان صار منظرها كلش مو حلو. وهنا انا بعد ما غسلت القفص ونشفته رجعت اركبه، واني اشتغل واركب بالقفص ايدكم تسولفون لي شنو تطلعون مجالس، تسوون مجالس حسينية ببيوتكم. انا عن نفسي يعني لان عائلة ثانوية ويا عيالي، يعني طابق فوق وعيالي عائلة اساسية، فاني صراحة ما اسوي قراية، لكن اطلع للقرايات. يعني منطقتنا تكون بها كم بيت، تقريبا 5 إلى 6 بيوت، فاطلع لكم مجلس يعني استثاب بيهم. كم بيت مو هواية، يعني مو كل منطقة افترها، اني اشوف كم بيت اروح لهم وبعدين ارجع. من ضمنهم ابن عمي وبيت عمي اللي اروح لهم، يعني بيت عمي اخ ابويا مو عيالي. ايضا احضر مجالسهم وبعدها ارجع. ما يعني افتر كل البيوت لانه هواي وتعب، ويعني ما اقدر اني هالقد افتر. يعني أحس هذه الأيام ما تتعوض، هن 10 أيام بالسنة، وأني ما أطلع من أول يوم، يعني تقريبا ثالث يوم، مرات حتى خامس يوم، بس الخمس الأخيرات أطلعهم. يعني مرات أطلع واحد يوم، مرات أطلع بنت وياي. بنتي من النوع اللي ما تحب التجمعات وتحب يعني الازدحامات، ما تحب هيجي نوع، بس يعني تطلع وياي أول يوم وتشوف الوضعية وبعدها خلاص تغير رأيها ما تطلع. يعني حتى بعرس بنت عمها قوة قنعتها وأخذتها وياي العرس، ما قبل تروح. أكو شي بالفيديو معقولة ما لفت نظركم؟ الهدوء، كمية الهدوء بالفيديو، يعني كل مرة أبو الغاز من جهة، أبو الميل آرو من جهة، يعني أبو الخبز اليابس مرات، حتى أبو الخبز اليابس من جهة يجي. بس اليوم هالمرة منتجت الفيديو الساعة 12 بالليل، حتى الجهال يعني قاعدين على التلفزيون وهدوء، وأصوات الجهال بالشارع ماكو، فالفيديو هدوء جدا هدوء. هاي هنا بعد ما رجعت العصور على فكرة، طبعا هنا نشلع قلبي، يلا لزمته كلش شلع قلبي، يعني يمكن ربع ساعة افتر ورا اريد الزمه ما اقدر. وهاي هنا بنتي قامت تبكي، قالت ليش ما خليتيني اني ادخله، الا اني اريد ارجع الكوكي للقفص. فرجعت طلعت لها من جديد وقلت لها يلا يابا رجعي، كلتي قلبي. وقامت سويت عمل، ليش رجعتي؟ قلت لها مو انا ردت اصور شلون ارجع، قالت لا تطلعينه وانا هم ارجع. فهنا أنا بعد ما خلصت قفص رجعت وين، رحت نظفت هذه حمالة المو التوابل، وإنما هذني الأشياء الكاتشب وهاي السوالف. بس كنت ما منتبه الكاميرا، طبعا هنا جلفت وغسلت ويعني ومسحت، واني ما منتبه الكاميرا ما تشتغل. هي الكاميرا اليوم سوت بيها فيلم طبعا،
طبعا متعودة على موبايلي القديم أشغل الكاميرا وهو مقفول، يعني ما أفتح رمز ويعني أدخل رمز وأني يعني مرات تكون إيدي مبللة أو مشغولة، فرأسة أشغل كاميرا وهي مقفولة. هالمرة بهذا موبايلي الجديد بعده يعني جديد عليه وأني من سويت رمز سويت له حماية بس ما منتبهة. فشغلت الكاميرا وهو مقفول فانطاني انذار. طبعا هاي الظهرية أنا جاي أشتغل، انطاني انذار. الانذار وكأنما سيارة اسعاف وكأنما سيارة شرطة، يعني اريد اسكته ما اعرف قفلته ما وقف الصوت، يعني طفيته ولا وقف الصوت، يعني ما ردت يعني حتى ضميته جو الملابس ما وقف صوته حيل عالي. اخر شي من فتحت الرمز يلا وقف، يعني معناته انه اني يعني مستخدمة. طبعا هذا دبس الرمان لقيته يعني منتهية مدته، مع العلم والله هو جديد اشتريته يعني برمضان اشتريناه، يعني مستحيل يخرب بشهرين، بس اعتقد يعني مخزون هواية بالمحلات، فلقيت عليه طبقة بيضة يعني هيك مثل الفطريات، ما اعرف الفطريات يعني هي فطريات او لا ما ادري، هسه تجي وحده بالتعليقات تقولي الفطريات تصير بس بالجلد. المهم هذا اللي تصير طبقه بيضاء على الاكل، فلقيته عليه وذبيته وغسلته وخليته خليت بداخله الكاتشب، لان القبق مالت الكاتشب مكسور، مو كاتشب العفو، الشطه حاره مكسور، فذبيته وخليته بمكان هذا. المهم بنات بعد ما قفلت بعد ما فتحت القفل مالت الموبايل رجعت شغلت الكاميرا وطلعت ما منتبهة ان اني ما يعني ضاغطة زر التشغيل، ولقيت طافية لحد ما غسلت وكملت، وبعدين انتبهت ان اني ما مشغلة، وبس شفتوا هنا شلون يعني رتبتهم ونشفت الستاند مالت التوابل. وهنا أنا مليت علب الزيوت، وحدة طبعا تجي للكيك أو يعني مو المعجنات إنما القوالب، تجي رش مثل العطر ترش، أكيد شايفينها بمقاطعي لما أسوي كيك استخدمتها، ما أعرف كليجة، المهم استخدمتها. والعلبة الثانية لا يعني مزيتة عادية بس هي اقتصادية جدا، يعني بيها بركة ما شاء الله. هسه هذا الزيت البطل الزيت مو هسه هذا حاليا جاي أشتغل بيها، لا الثانية، يعني ما شاء الله بها بركة مو طبيعية، اقتصادية لأن تخلي زيت قليل، وأنا من طبعي ما أخلي زيت هواي على الأكل، ما أحب الزيت الهواية بالأكل، يعني أخلي كلش بسيط، مو من محبين الزيت احنا، أو يمكن تعلمنا احنا ما نحب الزيت. فهنا أنا بلشت هم أنظف بهذني مالت التوابل، طبعا ذني أنا ما مستخدمتهن بنات، هن يعني يجن بيها قهوة وشكر وشاي، بس الشاي مخليه بيه لأن يعني بالأكياس مالته خليت بس الشاي، أما القهوة يعني إذا انفتحت من علبتها مثل التيبس أو يعني تصير قطعة واحدة ما أعرف، يعني يمكن لو يدخل هوا يتغير يعني تخرب، فمخليتهن. والشكر يلتم عليه النمل، يعني ما شاء الله احنا عندنا نمل بنات خيالي فظاعة، يعني أتمنى يعني تنطوني فد شيء يعني أتخلص من النمل من عنده، يعني فعلا ما يعني مررت أصور لكم بس ما لحقت عليه والله. الحائط صاير عبارة عن قطعة سوداء يعني يخوف، وحتى النمل الكبار مو هذا النمل العادي، لا نمل هيك بأجنحة أعتقد الملكة مالتهم ما أعرف شنو، يعني جبنا أنواع السم، خلينا فليت يعني هذا اللي مالت الناموس، لا خلينا هذا اللي يجي مثل البودرة، يعني هو أيضا سم مال نمل خاص، بس على فترة ما نرش السم يروح النمل بعدها يرجع، يعني أعاني من سالفة النمل، مشكلة ينزل عليه من السقف يصعد لي من جوا من عيالي يطلع لي من الحائط، يعني مو شو ما كان، طبعا هاتفت الكهرباء. والمهم يعني ما أخلي فد شي هنا على هذا المكان هذا، ما أخلي فد شي مكشوف لأن ألقاه مليان نمل، فلهذا السبب هذني أنا حاليا يعني مستخدمتهم للزينة فقط، بس مالت الشاي استخدمته. وهنا أنا أيضا خليت كلينس يعني يكون قريب على الطباخ، ومثل ما تعرفون هذا خشب، والخشب إذا تدمر دهن لين غسل ولين مسح ويظل يعني لازق بيه الدهن، لأن إذا انغسل راح مثل يعفن أو مثل يتفطر أو يعني يخرب شكله، ولهذا السبب أخلي هنا كلينس حتى ما يعني يخرب أو يتغير منظره من الدهن. ويعني مثل ما تعرفون الدهون والطباخ وهاي السوالف بالأخص يعني قريب على الطباخ، هسه الطباخ بصفهم صاير، فالدهون كلها بالطباخ. بنات قبل فترة اشتريت من هذا اللي شفتوه وياي بالمقطع اللي فات، اللي ما شايفه يرجع يشوفه ويعرف شنو أنا على شنو أتكلم، وأنا هم راح أصور لكم بنهاية الفيديو
راح اصور لكم اياه. بنات من يعني خليته على الحاسبة الساحبة. هو يعني تمام عجبني، امتص الدهون، والساحبة ظلت نظيفة، والدهون كلها يعني تراكمت على هذا اللي مثل القماش، مثل الكلينس تقريبا، هو نوعيته مثل الكلينس. لكن شنو يعني ما اعرف بيه، او يمكن الساحبة مالتي قريبة على الطباخ. انا ساحبتي شوي قربتها على الطباخ، لان اول يعني مطبخ القديم اول ما خليتها كانت حيل عالية وما فادتني ابد، يعني تشتغل بس ما تمتص او تسحب الدهون. فايش سويت هالمرة؟ نصيتها من درت المطبخ الثاني، نصيتها، حسيته شوي ناصي. يمكن خلل ساحبتي انا هم ادب الصوت بهذا المنتج، يعني اني عن نفسي حبيته، لو ما مايع او ما مزروف يعني اقول يمكن افضل منتج رهيب. وهنا أنا طبعا سويت كيكة عصرونية، هيجي خطر على بالي واني قاعدة، قلت خلي اقوم اسوي كيكة. كيكة بسيطة جدا يعني ما تفننت بيها، طحين وشكر وزيت ويعني فانيلا وبيكنج باودر فقط، خبطتهم وخليتهم بالصينية، بس خليت شوية من الكيكة، خليت عليها كاكاو خام وسويت هيك يعني خليته فوقها وبخاش قطعته. اعتقد انا منزلت لكم هاي الطريقة شلون، ما اعرف شو يسمونها، جلد النمر ما اعرف شو يسمونها، بس ما صارت عندي ليش ما ادري. ما يعني نزل الكاكاو يعني كلش العمق الكيكة بس من فوق، بس كان طعمها طيب. يعني انا كنت متقصدة اسويها مال شاي او مال بيبسي، ما اخلي يعني يعني كريمة وهاي السوالف، لأن ملينا هاي الكريمة وهواي، يعني بهاي الفترة شفنا مناسبات وأكلنا كيك بكريمة. ويعني أنا دائما أسوي كيك بكريمة. طبعا هاي بنتي تفتر يمي، قلت لها صوري لي سناب يعني انستغرام، بس شنو شوفوا مثل تشوفون، يعني يا ريتي ما قالت صوري لي، ماكو شي. انتبهوا لها شلون يم ايدي شلون راحت صورت، ماكو شي ما صورت. هي اول ما بلشت التصوير صورت لي ستوري الانستغرام، بعدين راحت صورت الصاص والكاتشب، بعدين راحت صورت البراد وفتحت الثلاجة وصورتها، ولقيتها مصورتني اني واشتغل على طولي، ولقيت يعني ما مخليه راحت مصورة صورة كوكي، مصورته كلش يعني مقربة عليه. يعني اذا لزمت الكاميرا خلاص قولوا بعد انتو بخطر، كل شي تصور. وبنات هاي هنا الساحبة شوفوا شلون، يعني ما اعرف واقعة من الحرارة، ما اعرف الساحبة قريبة عن الطباخ، يعني والله حيل عجبتني. شوفوا شلون يعني ممتصة كل الدهون، يعني كانت هذه الدهون كلها تلتصق بالساحبة، بس شوفوا شلون هسه كلها ملتصقة بيها. حبيتها صراحة، راح ألزق غيرها وأشوف يعني بلكي تطول أكثر. ولهنا حبايب وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا بي. أترككم في أمان الله.